لازم تكون مليونير لتسافر بطيارة خاصة، فكل اللي بتحتاجه هو موبايل وكم واحدة من هدول. العملات المشفرة مو بس عملت لايف ستايل جديد خاص بأثريائها، حتى عاداتهم بالسفر اختلفت. فهلأ ما بيحتاجوا يحولوا البيتكوين لكاش، خاصة بعد ما شركات الطيران والفنادق الفاخرة وحتى اليخوت صارت تقبل الدفع بالعملات المشفرة، واللي عم تستفيد من زيادة عدد أثرياء الكريبتو واللي تجاوز 173 ألف مليونير. فمثلا وكالة السفر ترافلا حكت إنه حوالي 78% من حجوزاتها السنة الماضية كانت باستخدام العملات المشفرة. توجه هاي الشركات صار بسبب الارتفاع الكبير بأسعار الكريبتو كرنسيز، وكمان بسبب الحرية وسهولة الدفع، وبالتالي بتقلل مشاكل تحويل الفلوس وتأخير البنوك الدولية. وللعلم هلأ مع زيادة استخدام العملات المشفرة رح ينمو السفر بهاي الطريقة بوتيرة أسرع من السفر التقليدي بنسبة 30%. وحتى في توقعات بتشير إنه الصرف على سوق السفر الفاخر باستخدام الكريبتو رح يقفز ل 54 مليار دولار بحلول 2028 من 28 مليار دولار بعام 2023. فكر معاي، لو معاك بيتكوين حتستبدلها لتحجز يخت فاخر وتنبسط، ولا رح تخلي بيتكوينك الأبيض لليوم الأسود؟